شايف نغمة كده مش عجباني، قلت اتكلم عليها، وهي ان الاعلام بيوضح للناس كلها ان الزمالك خلاص خد الدوري وخد الكونفدرالية وخد كل البطولات اللي هو مستمر فيها كفريق كرة قدم يعني. طبعا الاول بنبارك ان الزمالك بطل كاس السلة المرة ال 13 في تاريخه، والمرة الأولى من 20 سنة، آخر مرة كانت 2005 2005 2006. فنبارك للزمالك، بس احنا كشعب بنحب كرة القدم أكتر من أي حاجة تانية، فالمهم بالنسبة لنا هو الكورة. فأنا بالنسبة لي لما ابراهيم فايق يطلع حلقتين في يومين ورا بعض عبارة عن فرحة بالزمالك ويجيب الزملكاوية وانتوا عملتوا وانتوا عملتوا، لا احنا لسه ما عملناش حاجة. انت لو خسرت النهائي وخسرت الدوري انت طالع موسم صفري من غير ولا بطولة. الاداء بقى يولع، الموسم الاعجازي يتحرق، الحاجات خلاص كله في الفاضل. وهذا ما يطلعش الاعلام مصور للناس كلها ان الزمالك خد كل البطولات والزمالك لسه ما خدش حاجه. احنا صاعدين باداء شبه اداء الكلاب في ماتش شباب بلوزداد هنا، صاعدين بالعافيه نهائي، ما تعرفش هتلاعب مين. اتحاد العاصمه فرقه حلوه احسن من شباب بلوزداد كمان، فانت مش ضامن حتى تاخد النهائي بنسبه 100%، بس ان شاء الله بتاعنا. الدوري ماتشك الجاي مع بيراميدز يوم الخميس. فانا مش فاهم ليه الاحتفال بكل ده. اكسب بيراميدز يا سيدي واكسب الانبي واكسب الاهلي تاخد الدوري. اكسب يابا اتحاد العاصمه تاخد الدوري، او اكسب اولمبيك اسفي تاخد الكونفدراليه. انما هتقعد تحتفل لي من دلوقتي ونيجي في الاخر نشوف نفسنا واقعين وخسرانين كل حاجه، ساعتها الواحد ممكن يطوب بالساكت فيه. ما انت ما تعشمنيش وفي الاخر الاعلام يصور لي ان انا كسبت كل حاجه وفي الاخر ايه؟ في الفاضل. كل ده ما ياكلش عيش. اللي ياكل عيش ان انت تبقى بطل، غير كده مش هنعيشها. حاجه تانيه، انا ماليش دعوه بيراميدز غايب عنه مين او مش غايب عنه مين. امبارح قالوا ان في كذا لاعب منهم الشيبي مصاب مش هيلعب، النهارده بياكدوا ان الشيبي والزلاكه موجودين. انا مالي؟ انا كزمالك ماليش دعوه الفرقه اللي قصادي مين مصاب عندها ومين اساسي. انا كزمالك ليا دعوه بنفسي. انا شفت نفسي قصادهم الدور الاولاني كنت اكسب بدل 1-0 10، وضيع اجوان كتير وعمل ماتش كبير عليهم. فانا ماليش دعوه بالفرقه اللي قصادي، انا اخليني في نفسي. بيراميدز مصاب عندها حد ماليش دعوه، الشيبي هيلعب ماليش دعوه، زلاكا هيلعب ماليش دعوه، يلعبوا ما يلعبوش دي ما تخصنيش. انا اللي يخصني الزمالك، يخصني الزمالك، وده اهم حاجه بالنسبه لي. وان شاء الله بعون الله الزمالك هيفرحنا ويكسب الفرقه دي. بس احنا ما نقاطعش ونقول بعون الله الزمالك هيكسب يوم الخميس الجاي بيراميدز. حاجه ثالثه ومهمه كنت عايز اتكلم فيها وهي حسام عبد المجيد. انا ما بحبش حسام، بس حسام مدافع كبير قوي السنه دي، عامل موسم رائع، موسم كبير قوي من حسام عبد المجيد السنه دي. انا ما بحبش حسام عبد المجيد، ما بحبش اداؤه، ما بحبوش شخصيا، لان حسام كان بالنسبه لي هو المدافع اللي بيديني ماتش ويغيب قصاده 5-6 ويعمل كوارث. المدافع اللي ما بيعرفش يلعب كوره برجليه ومحسس نفسه ان هو توني كروس بيلعب ما بين المهاجمين وبين الخطوط وبتاعه كله غلط. دلوقتي الحته دي لسه موجوده لغايه دلوقتي، غلطه الباصه بتاعته لسه موجوده لغايه دلوقتي، بس قال لك جامد بصراحه عشان مبقاش كداب. تدخلات دفاعيه، كور عاليه، زحلقه، صد كور اللي هو بيقف بجسمه قدام الجون ويصد، لا مفيش زيه ما شاء الله عليه. الواد السيد عامل موسم كبير قوي. فحسام نبيل لو هيستمر كده مع ذلك لغايه لما يمشي، لانه حسام بمنظره ده ما هوش قاعد في الزمالك وعايز يحترف، فحسام لا عامل موسم تاريخي مع الزمالك السنه دي. هو محمد اسماعيل، محمد اسماعيل بالنسبه لي صفقه من صفقات العمر، من احسن الصفقات للزمالك غير 10 سنين. مدافع قوي دفاعيا، قوي في الالتحامات، قوي في الكرات العاليه، قوي في الكرات الارضيه، لاعب كوره. دي كانت بتنقص الزمالك دايما، مدافع لاعب كوره، لاعب كوره قوي، بساطته حلوه قوي. ده احنا في عندنا تكتيك في الماتشات ان احنا بنلعب الكوره من ده محمد اسماعيل عشان يلعب العاليه لناصر منسي ويحجز وياخدها، وبيلعبها كل مره حلوه ما شاء الله عليه. فهو لعيب كوره وبيعدي واحد واثنين وعادي بيعدي منهم بسهوله. فما شاء الله محمد اسماعيل لعيب كبير قوي وجوكر، تقدر تستخدمه قلب دفاع، تقدر تستخدمه باك يمين، تقدر تستخدمه نص ملعب عادي. فانا اللي انا عايز اقوله في كل ده ان احنا كزمالك مالناش دعوه بغيرنا، لينا دعوه بنفسنا. احنا ان شاء الله قادرين نكسب اي حد، احنا احسن فرقه موجوده في مصر. فاحنا نركز مع نفسنا وما نركزش على حد تاني. عندهم مين مصاب ما عندهمش مين مصاب، مين هيلعب اساسي مين مش هيلعب، دي مش بتاعتنا، احنا بتاعتنا الزمالك. فرقتنا الرجاله يكملوا زي ما هم، وان شاء الله بعون الله الزمالك بطل دوري وبطل كونفدراليه.